دايما كده كل ما ايفون جديد بينزل بتلاقي تسريبات عن الايفون اللي بعده. يعني ايفون 14 نزل تلاقي تسريبات عن ايفون 15 وهكذا. بس انا ما بعملكوش فيديو اول ما التسريبات دي بتطلع، بحيث ان استنى شويه تكون التسريبات دي بقت شبه مؤكده. فانا النهارده بقى جاي اجيب لك يعني اخر حاجه واخر تحديث للكلام اللي هو بنسبه 90% هيكون موجود في الايفون اللي جاي اللي هو ايفون 15. اول حاجه كده واللي هي بنسبه 99.9 هتكون موجوده في الايفون 15، وهو المدخل بتاع الشحن. المدخل هيكون تايب سي. زي ما احنا متعودين المدخل بتاع اللايتنينج ممل جدا ومستفز، ويعني سرعه النقل فيه يعني سخيفه. طبعا لو انت اجهزتك ابل فقشطه انت هتتعامل بالاير دروب، بس يعني انا واحد من الناس ما بعانيش من الموضوع ده، ولكن سرعه النقل بقى لما تجرب ان انت تحط الايفون على بي سي بيبقى يعني الموضوع مستفز جدا. فمع تايب سي لا، الوضع هيكون احسن وسرعه النقل هتكون افضل. ده غير انك مش هتترازى بقى في الشواحن. يعني انت عندك اللايتنينج بتلاقي هو يعني انت لو معاك ايفون هو شاحن للايفون وشاحن تاني للسماعه وشاحن للمش عارف ايه. لكن لو تايب سي هو انت كل الاجهزه دلوقتي تايب سي، هو سلك واحد هتشحن بيه كل الاجهزه. فالموضوع ده يعني هيبقى مفيد جدا. وحاجه كمان برضو ان هو هيخليك تحط الفلاشات بسهوله. يعني دلوقتي في فلاشات كتير تايب سي تقدر انت تستخدم. اللابتوب دلوقتي تايب سي، الايباد الايفون هيبقى تايب سي، اي موبايل تاني تايب سي، فتلاقي نفسك بفلاشه واحده انت قادر توصلها على كل الاجهزه. لكن دلوقتي انت عشان تجيب فلاشة لايتنينج انت محتاج تدفع مبلغ محترم او تجيب محول وقصة كده يعني سخيفة، وسرعة النقل بتبقى بطيئة، فيعني حاجة تنقط. فاخيرا في ايفون 15 هيكون المدخل تايب سي. بالنسبة بقى للتصميم فاحنا متعودين ان التصميم بيكون او الفريم الخارجي بيكون من الالومنيوم، وزي ما انتم شايفين كده بيبقى مبصم وحالته حالة، وفي نفس الوقت الملمس بتاعه ناعم فبيسيب البصمات وبيبقى ايه ملحوس كده وحالته منيلة بنيلة. في الايفون 15 بنسبة 90% هيكون مصنوع من التيتانيوم. ده طبعا احسن بكتير في المتانة وفي نفس الوقت في الوزن. يعني انت لو جيت مسكت الايفون داهية. يعني انت لو جربت كده الايفون اللي في ايدي ده اللي هو البرو ماكس، لا تقيل يعني مقرب، يعني معدي الربع كيلو، يعني وزنه تقيل، يمكن يقرب كمان على نص كيلو. لكن مع التيتانيوم هيبقى الموضوع احسن في الوزن وفي نفس الوقت مريح ليك اكتر في المسكة، لان بيقولوا برضو ان الحواف مش هتكون حادة. يعني حسب التسريبات اللي شفتها ان الحواف مش هتكون حادة كده، مش هيكون الجهاز مربع، لا هيكون في كيرف خفيف شبه الايفون 8 والايفون 7 كان فيهم كيرف كده، بس مش هيبقى مدور قوي زي الايفون 7، لا هيبقى فيه كيرف بسيط. بالنسبة بقى لنقطة الزراير فكان في تسريبات ان مش هيبقى فيه زراير، هتبقى زي هابتك كده اللي هو انت بتلمس يعني بيبقى فيه زي تاتش هنا انت بتلمسه فبيديك الهابتك بتاع الزرار. يعني بتحس ان فيه زي بالظبط كده لو انت معاك ايربودز لما تيجي تدوس على الايربودز برو، لما بتيجي تدوس تفعص كده العصايه بتاعتها بتحس اكنك دوست على زرار. هو فعليا ما فيهوش زرار ولا حاجه، هو زي موتور صغير بيديك الاحساس بتاع الدوسه بتاعت الزرار. فقالوا ان هم هيعملوا الكلام ده في الايفون، ولكن انا شايف انه مش عملي ومش منطقي تماما. يعني انت ممكن تعمل ده في الزراير بتاعت تعليق الصوت تمام، زرار تعليق توطية الصوت تمام، لكن في زرار الباور ما اظنش ان ده هيكون يعني تمام، لان ممكن الجهاز اصلا يكون فيه مشكلة او الجهاز يتطفى او يفصل شحن او احب اشغله، فالموضوع يعني هيبقى سخيف شوية، ممكن يبقى فيه تهنيجات ويعلق. فما اعتقدش ان هم ممكن يعملوا حاجة زي كده الا ممكن بقى بآلية تانية. ولكن فكرة الهابتك دي لا، هي ممكن تتعمل في الزرار اللي بيعلي ويوطي. بمناسبة بقى الزراير فاحنا عندنا الزرار بتاع السايلنت، الزرار اللي هو اللي بنقعد نفتحه ونقفله ده، هو اختراع بصراحة. يعني انا بحبه جدا، اللي هو انت بتبقى قاعد فجأة بتحول التليفون سايلنت من غير ما تفتحه اصلا، يعني تقوم جاي عامل كده خلاص بقى سايلنت. الزرار ده برضو هيخليك ان انت تخصص له اوامر من السوفت وير نفسه، بحيث ان انت هيبقى هابتك برضو، اللي هو انت تلمسه فيعمل سايلنت او يعني ما يعملوش سايلنت، او ممكن تديله امر تاني يعمله لما تلمس الزرار وهكذا. بالنسبه بقى للتصميم بتاع الشاشه هيكون في الدايناميك ايلاند او الجزيره المتحركه اللي بتكون في نص الشاشه هنا دي. يعني ده طبعا انتوا عارفين يعني ابل بتعمل التصميم وتقعد عليه 4 5 6 سنين قدام، فده متوقع جدا في الاجهزه اللي جايه، ومتوقع ان هو هيكون في كل الاجهزه. يعني في ايفون 14 اللي حصل ان هم جابوا جهازين خلوا فيه الدايناميك ايلاند والباقي كانوا شبه ال 13 كده، لا في الايفون 15 هيبقى كله دايناميك ايلاند. والطبيعي ان هيجي فيه البروسيسور الاي 17 بايونيك
بدقة معمارية 3 نانومتر. ده معناه ان التليفون حرارته هتكون اقل، الاستهلاك البطارية هيكون اقل، السرعة والاداء هيكون افضل. فخلينا نشوف لما ينزل نبقى نشوف الموضوع ده. وهيجيب 8 جيجا رام، وبالمناسبة ما تستشواش الرام دي. يعني انت عندك الايفون 13 كان 6 جيجا رام واداؤه ما فيهوش كلمة. فالرامات في الايفون مختلفة عن الرامات في اجهزة الاندرويد، مش كرامات، هي مختلفة في التعامل بتاع السوفت وير مع القطع دي، لكن كتصنيع هما الاتنين رامات. عشان بس في ناس بيختلط عليها الامر وبتفتكر ان التصنيع بتاع الرامات بتاعت ايفون افضل من الرامات. لا، هو ممكن تكون اسرع، يعني ممكن تكون تردد الرامات اللي موجودة في ايفون، لان هو طبعا فئة عالية، فممكن يكون اسرع زي تردد الرامات اللي بتبقى موجودة في الاس 23 والفئات العالية دي. ولكن الاتنين رامات. هي الفكرة في السوفت وير نفسه، السوفت وير بيقدر ان هو يوظف الرامات دي صح، ويقدر ان هو يستهلك من موارد الجهاز اقل ما يمكن، فبتلاقي ان الجهاز معاك ماشي حلو حتى لو المواصفات على الورق قليلة. اخر حاجة بقى بالنسبة للشاحن، فمتوقع ان هو يجي 45 واط. برضه هو مش اسرع حاجة، ولكن عايز اقولك ان الشحن البطيء اصلا مفيد للجهاز. يعني فكرة ان انت يبقى معاك شاحن 125 واط ولا 160 واط والارقام المرعبه اللي بنسمعها، هي حاجه حلوه جدا ان انت التليفون بتاعك في 5 دقايق بيكون شحن، ولكن ده مش اصح حاجه للبطاريه. ويعني البطاريه عمرها ما بيكونش طويل قوي زي ما لما تشحنه بالراحه. ليه؟ ده هنبقى نفهمه في فيديو تاني. يعني الموضوع ده موضوع كبير شويتين 3 4 10، فهنتكلم عنه في فيديو تاني. تصنيع البطاريه نفسها وانواع البطاريات، ايون ولا بوليمر ولا الكلام ده كله، هنبقى نتكلم عنه في فيديو مخصوص. لان خلي بالك سرعات الشحن دي مرتبطه بالبطاريه نفسها. يعني في بطاريات مثلا البوليمر تقبل سرعات شحن عاليه، الايون ما يقبلش سرعات، ليها ليميت في سرعات الشحن وهكذا. فقصه كبيره كده، ودي لها مميزات وعيوب ودي لها مميزات وعيوب. فايه، خلينا نتكلم في فيديو منفصل عن الموضوع ده. وما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.